عمرك سألت نفسك هو ايه ممكن يكون الفرق ما بينك وما بين الناس اللي كانت موجودة في العصر الذهبي للإسلام؟ تلاقي مثلا منهم في العلوم حد دكتور، تلاقيه مهندس، تلاقيه مؤرخ، تلاقيه جراح، تلاقيه شاعر، تلاقي كل حاجة موجودة فيه حرفيا. وتلاقي عمل في حياته كمية حاجات انت مش هتعرف تعمل ربعها حتى. وأعمارهم قد ايه؟ أعمارهم 60 و70 سنة زي أعمارنا عادي. بس اللي انت ممكن ما تكونش مدركه ان في عوامل كتير اتغيرت، بس في عوامل دينية برضو، في عوامل دينية كانت مؤثرة فيهم بشكل كبير. دلوقتي احنا بقينا في عصر فيه معلومات كتير وفي تشتت وفي حاجات، وده بيخلينا ما نعملش الفروض الدينية بتاعتنا على أكمل وجه ليها. والحاجة اللي هتكلم فيها النهاردة هي الصلاة والكروتة بتاعت الصلاة. لأن طول عمري كنت فاكر إن أنا هبتدي أخشع في الصلاة لما أبقى راجل كبير. دايما كنت فاكر إن أنا هبتدي أبقى خاشع في الصلاة لما أبقى راجل كبير، اللي بتشوفهم في المسجد بيصلوا بالراحة وناس كبيرة كده، فاهم؟ اما ابقى كده ساعتها ابتدي استشعر. بس ما كنتش مدرك ان انا المفروض احط مجهود عشان ابتدي احصل الحاجه دي. والحمد لله احنا بقينا في رمضان، وده افضل موعد اللي انت تبتدي تغير حاجه وترسخها فيك، ان هو 30 يوم. 30 يوم شامله وكافيه ان هي تعمل لك عاده جديده. هبتدي اشارك معاك باوربوينت دلوقتي، معذره على الصوت. جنبي عربيات وقطر وحاجات كتير، و يعني حاول تسمع وحاول تستفاد. اول حاجه هتكلم فيها هي الصلاه بشكل عام بقى. الصلاه امر من ربنا. يا نهار ابيض، حاجه كبيره، حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره وانت عارفها. مجرد اللي انت تستشعرها، بس اللي هو تحطها في دماغك، اللي هو الصلاه دي امر من ربنا، فهي نازله من عند ربنا. اللي هو ايه ده؟ ربنا عز وجل خالق الكون، خالق كل حاجه، خالق كل شيء، اللي بايده ان انت تغير حياتك، اللي بايده ان انت تحقق كل اللي انت عايزه، كل الحاجات دي كلها ربنا هو اللي منزل الصلاة. أكيد من وراها حكمة، وأكيد من وراها حاجة تنفع البشر، فاهم؟ زي ما كنت بقول لك إن الصلاة تم تكليفها من فوق، وفي رحلة الإسراء والمعراج. فأنت متخيل هي تم تكليفها منين؟ المكان اللي هي تم تكليفها فيه، تم تكليفها في السماء أساسا، في مكان أنت ما شفتوش، في مكان أنت ما تعرفش اللي أنت توصل له، في مكان تاني أصلا، في علم غيب، في مكان تاني. لازم تستشعر الموضوع ده. هكلمك عن حاجتين، وحاجتين دول هما ركنين في الصلاة، أو جزئين في الصلاة احنا بنعملهم، وهو الذكر والخشوع. الذكر هو كل ما اللي احنا بنقوله من ذكر وقرآن، يعني في الركوع والسجود وفي الاستقامة. والخشوع هو الحضور بتاعك. الخشوع هو الحضور بتاعك بذهنك في الصلاة. الخشوع هو الحضور بتاعك بعيدا عن كل الأفكار اللي ممكن تكون في دماغك. طبعا الصلاة ليها ترتيب معين، وده أكيد نابع من حكمة معينة، أو مش موجود صدفة خالص. أول حاجة في القيام، تاني حاجة الركوع، تالت حاجة السجود. عمرك مثلا ما تلاقي حد راكع وخلاص هي دي الصلاة، ولا عمرك تلاقي حد ساجد بس آه اللي هو هي دي الصلاة بتاعته، أو القيام بس وهي دي الصلاة. لأ، الصلاة ليها 3 مراحل: القيام والركوع والسجود، وكل حاجة بتخدم على الحاجة التانية. وإلا كان زمانك دخلت على طول يعني في الركوع من غير القيام. طيب، أول حاجة وهي في الاستقامة، إحنا أول ما بنخش في الصلاة بنقول الله أكبر. وعايزك تستشعر معايا الله أكبر معناها الله أكبر من كل الأفكار اللي في دماغك، الله أكبر من كل الحاجات اللي بتجيلك في الصلاة، الله أكبر من كل شيء ممكن يعطلك عن الصلاة يعني. فإحنا بنقول الله أكبر في الأول. استشعرها المرة الجاية وأنت بتصلي، استشعر اللي أنت بتقوله. وبتستقيم، تقف زي الألف، قلت الله أكبر، خلاص كأنك دخلت في عالم تاني، وأنت بالفعل تكون دخلت في عالم تاني. طيب، فوق كنت بقول لك إيه؟ بقول لك لو جات لي أفكار وأنا بصلي ما ده العادي، ده الطبيعي.
انه يجيلك افكار وانت بتصلي، لما بتجيلك بتدرك انه الله اكبر، فبالتالي ايه، بتبعد الافكار دي. انت بس محتاج ادراك اللي هو ايه، خلاص المره الجايه ما يجي لي فكره هودرك اللي انا قلت الله اكبر وخلاص كده، ارجع تاني زي ايه، زي ما انا. اول حاجه الاستقامه، وباين من اسمها اسم قوي قوي. استقامه اسم قوي. بص، حس قوي واستقامه زي بعض كده. بس لما انت مثلا بتيجي تقف في جيش او واقف في صف واحد، واقف مستقيم، الشعور ده بيديك شعور بالانضباط، بيديك شعور بالانضباط، ديسيبلين، استقامة كده، اللي انت مستقيم. وفي سورة الفاتحة لما احنا بنقرأ اهدنا الصراط المستقيم، معناها اللي انت يعني بتدعي ربنا يهديك الصراط المستقيم، وفي نفس الوقت انت واقف في وضع الاستقامة في جسدك، فانت مستقيم فكريا وجسديا في الوضع ده. ده المفروض تكون عليه. تاني حاجة هي الركوع. احيانا مثلا بتكون لسه خارج من امتحانات، لسه خارج من ضغوط وبتاع، تلاقي ان انت بعد ما عديت الفتره دي ظهرك ابتدى ان هو ايه، يوجعك، او ابتديت اللي انت تذنب، فبعدها حسيت بالذنب، حسيت بالعار، حسيت بايا كان الاحاسيس دي كلها. ابتدت ان انت بعدها حسيت ان انت ظهرك وجعك. اكيد بتحس الاحساس ده، صح؟ فاحيانا وجع الظهر ده بيكون بسبب ان في ايموشنز معينه او مشاعر معينه مكبوته في الظهر ده. والمشاعر انت ممكن تحلها بالصلاة. يعني في وضع الركوع انت بتكون ظهرك مكشوف، وظهرك هو المكان اللي فيه المشاعر كلها اللي انت ممكن تكون عملتها، الذنوب بتبتدي اللي انت تتخلص منها. والركوع هو موضع لتزكية النفس. تزكية النفس معناها تطهير. مش عارف اكتب بالماوس، لكن تزكية النفس معناها تطهير النفس. ربنا بيقول في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويؤتون الزكاة وهم راكعون معناها إن هو بيزكي نفسه وهو راكع. يعني إيه بيزكي نفسه؟ يعني بيتخلص من الذنوب اللي موجودة فيه. على كده في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: أما الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. يعني ايه؟ يعني انت في الركوع زي ما قلت لك قبل كده ايه، اللي انت بتكون بتمهد للحاجه اللي بعدها. انت في الاستقامه بتمهد اللي انت في الصلاه خلاص دخلت. في الركوع بتمهد للسجود. ففي الركوع هو اللي فيه تعظيم، واحسن دعاء ممكن تقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ده مقسوم جزئين. اول جزء هو الثناء وتعظيم الله عز وجل، وتاني حاجه هي اللي انت تطلب المغفره. فانت مش معقول بتمهد للسجود، السجود اللي انت بتدعي فيه، ورايح تدعي ربنا من غير ما تطلب المغفرة في الأول. اللي هو أنت رايح وأنت مش طاهر كفاية، أو مش رايح وأنت مش متخلص من الذنوب اللي أنت عملتها. في حاجة نسيت أقولها، إن الركوع أنا قلتها في الكذا فيديو اللي أنا سجلتهم، ولقيت إن الريكورد أصلا مش شغال. الركوع أغلب الناس بتكروته تقريبا، اللي هو إيه، مش بتركع سبحان ربي العظيم 3 مرات خلاص مع الله لمن حمده، تقوم مخلص الصلاة يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيجي يصلي، كان الاستقامة أو القيام والركوع والسجود المدة بتاعتهم بتبقى زي بعض. يعني مش بتبدي حاجة عن حاجة. والركوع طلع فيه في حاجة أنت ممكن تقولها، يعني أنت خلاص سبحان ربي العظيم 3 مرات، في دعاء ممكن تقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كذا مرة، لحد ما تحس إن أنت خفيف، لحد ما تحس إن أنت خلاص يعني ان شاء الله ربنا يكون غفر لك. فبالتالي ايه، سمع الله لمن حمده، تبتدي تخش على ال- الستيج اللي جاي، وهي السجود. استشعر ان السجود هو اقرب موضع بتكون فيه لربنا. يعني انت لو جيت تشوف في سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
معنى كده ان السجود مقترن بالاقتراب، اللي انت لما بتسجد بتقترب من ربنا. فانت في الموضع ده خلاص يعني انت مهدت له اصلا من الاول بالقيام وبالركوع. تبتدي بقى اللي انت تدعي ربنا، وفي يقين من جواك انه ان شاء الله الدعاء بتاعك يجاب. واستشعر بس الثلاث حاجات دي، استشعر الثلاث مراحل بتوع الصلاة: القيام والركوع والسجود، ثلاث مراحل. استشعرهم المرة الجاية. عايز اقول لك ان انت عمرك ما هتغير حاجة غير لما تدرك الاول ان في مشكلة، وبعد كده تبتدي اللي انت تغيرها. وعمر ما في حاجة هتتحسن وانت مستني ان هي تتحسن وهي وانت ما بتعملش اي مجهود. فده شيء غلط تماما. لازم تدرك الحاجة وتكون واعي بيها. مثلا لما انا بتكلم دلوقتي عن الصلاة، المرة الجاية وانت رايح تصلي ادرك بس اللي انت المفروض اللي انت تبقى خاشع، او ادرك اللي انت لازم يبقى فيه خشوع، ادرك اللي انت لازم تستشعر. مجرد ادراكك بس بيخليك تتغير. فاهم؟ ما هو حل المشكلة مثلا ان انت تبقى عارف المشكلة، فانت خلاص عرفت المشكلة. والمرة الجاية وانت رايح ادرك بس واستشعر الحاجات اللي انا قلتها لك، لعل وعسى ان هي تفيدك. ولحد هنا انا خلصت. لو الفيديو نزل فمعنى كده ان ربنا وفقني اللي انا انزله، ربنا وفقني اللي انا اعمل له ايديت، لان انا كنت متردد ان انا اسجل الفيديو، لان كنت حاسس انه اي حاجه هقولها ممكن تكون لوجيك، او اليوتيوب مليان يعني لو سرشت عن الخشوع هتلاقي حاجات كتير. فكنت بقول انا مش انا اللي هضيف يعني بعد 1400 سنه حاجه، وفعلا مش بضيف حاجه، مجرد ان انا بنقل لك التجربه بتاعتي يعني. بس رمضان كريم عليك، وربنا ينفع بينا، ربنا يثبتنا. سلام.